انا قبل كده نزلت تخزين ورق العنب وازاي تعمليه هتشيه في الفريزر ويبقى اخضر معاكي، ولما تيجي تعمليه تحشيه زي بتاع المطاعم بالظبط. انا هنا طلعته من الفريزر اهو، الورقه اهي طريه وخضره اهي، يعني انا قبلها بيوم مثلا، قبلها بيوم طلعته من الفريزر اهو اهي، ورقه خضراء اهي وطريه ممكن تحشيها. هنا انا هحشيها، حطيت في الحله اللي انا هحشيها فيها طاجن، انا عامل طاجن ورق عنب، فلفل من تحت بيدي طعم حلو قوي ونكهه حلوه ونكهه حلوه للورق العنب. طبعا الخلطه بتاعت الرز وطماطم مبشوره وبصل وخضره، وبحط تاكله كمان نعناع مقطع، نعناع اخضر او ممكن نعناع ناشف بتحطيه معاها، وزيت وملح وفلفل وكمون، وبتعمليها وبتحشي الورق العنب، ومش هتشوفي ازاي بقى شكله هيبقى اخضر ازاي لما اسويه. يلا معايا العنب. عشان تحشيها احنا طبعا حشيناها، احنا طبعا حطيناها في الفريزر وطريه اهي. عشان تحشيها بتبقى الحته الخشنه من قدام من جوه، والحته اللي هي الناعمه بتبقى من بره. بناخد حبه رز اهي، بنحط ده كده، بنعملها، انا بعملها كده بالطريقه التقليديه اللي احنا على طول بنعملها بيها كده وكده، تضغطي اهي ورقه العنب اهي. بعد كده في طريقه تانية، ان هي برضو نفس الحكايه، برضو الحته الخشنه بتبقى من جوه. باخد حبه رز واحطهم مش ياما يعني، وبعدين اروح عامله كده كده كده، الفها كده اهي ورقه العنب اهي، واحطها في الطاجن. هنشوف دلوقتي بقى، هنخلصه وهنشوف بعد احطه في الفرن وهنشوف شكله بعد ما يطلع عامل ازاي. يلا معايا. ما خلصته ولونه اخضر اهو. هنا بقى ايه، انا بعد ما بخلصه بعمل حوالي كوبايه كبيره شوربه، عليها معلقتين صلصه وممكن مكعب من اللي احنا عاملينه قبل كده، واحطه عليه كده بس بيغلي، يكون بيغلي عشان هحطه في الفرن. بعد كده بتغطيه كده وتحطيه على الفرن في الفرن، وهنشوف بعد ما يطلع بقى شكله عامل ازاي. يلا معايا العنب بعد ما خلص. يا رب اكون افدتكم، والف شكر.